فوز مصر بطعم الهيبة. التاريخ يعرف مصر، كأس أفريقيا تحب مصر. تعالوا شوي خلونا نتكلم بالمباراة. أول شيء ألف مبروك لمصر التأهل إلى دور نصف النهائي، ولكن تعالوا شوي خلونا نتكلم بالمباراة. أول شيء عمر مرموش سجل الهدف المنتظر في أول الدقائق يلي كركب خطة أساسا الكوت ديفوار. ثاني شيء سجلوا من راس مصر، ولكن من ثم مصر سجل على هدف على نفسه، ولكن بدأت المباراة. ولكن اللي عجبني الشيء هي تمريرة عمر مرموش، خصوصا لما مهدها لصلاح وصلاح سجل هدف. وهنا نقول لكم مصر جاهز ومصر قادم يا كاس افريقيا. فصراحة كلمة الحق لازم تنقال، اليوم مصر ما انتصر بلعبة، انتصر بهيبته في كاس افريقيا. المبروك مصر. قبل لا تنسى تايجر تيفي لمشاهدة المباريات والبطولات بعرض مناسب وبسيط. لقطة بكاء كابتن حسام حسن ورد فعله على صعود منتخب مصر نص النهائي. مع الراجل ما قدرش يتمالك دموعه، وده كان رد فعل طبيعي جدا مع صفرة نهاية المباراة. عارف اقول لك دموع حسام حسن ولا سجود لاعبي منتخب مصر، منتخب الساجدين كالعادة، ولا المصحف اللي فيه الكابتن سعفان الصغير اللي ما بيسيبش اي لعيب من منتخب مصر؟ اقسم بالله يا اخي ده بسر الدعاء والسجده ونية الانتصار. راح منتخب مصر امتدد لغرف الملابس ورقص ما اقولكش بقى، زي ما كابتن حسام حسن كقائد لمنتخب مصر في 2006 لسع كوت ديفوار في اول مباراة في دور المجموعات ولسعهم في الفاينل. نفس مدرب كوت ديفوار ده بيلعب في المنتخب ورجع النهارده بعد 20 سنه واداله تاني على عينه. مصر وقتها خدت اللقب، فتفتكر ان مصر هي بطل افريقيا 2026؟ جماعة فازوا على بطل افريقيا، فازوا على بطل افريقيا، لك بطل افريقيا كوت ديفوار، طلعوا برات البطولة. كوت ديفوار مصر الدنيا، رجعت للتاريخ، رجع مصر اللي بنعرفه، رجعوا الفراعنة، رجعت ايام ابو تريكة. هيدا هو مصر، الصعد مصر جوينا. والله يا جماعة شيء تاريخي، شيء تاريخي. صلاح، عمر مرموش، يسعد مصر الدنيا. والله ولك، والله ولك، هيا بنا الى نصف نهائي يا مصري ولك. الله 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 يا بلاد الله، الله يا بلاد الله. خد ربع ساعة على انتهاء المباراة. مصر 3-2 كوت ديفوار. صفر انتوا يا جزائريين قاعدين في ابوها. يا رب عدي الليل على خير. اغرب تغييره في الكوكب، منزل مصطفى محمد في دقيقة 92 يعمل ايه؟ ماشي قلبي مقبوض والله وخايف. احنا بنعتذر في المطلق لاي حد. اصحى يلا الماتش خلص يلا وصعدنا. يلا ده احنا الفراعنة يلا. الحمد لله والله صدعت عندهم ديالو، عندهم دياموندي، عندهم اللي عندهم. لو القط اكل الفار عمر مصر ما تخسر من كوت ديفوار. احنا المصريين يا ابني، لو انت بطل نسخة انا بطل القارة. مليون مبروك للمصريين النهاردة اللي لعبوا بروح رجالة. هي دي مصر وهي دي لعيبة مصر. ما عندناش فورمة، ما عندناش لعيبة، ما عندناش غير روح دم، ما عندناش غير دم وبنلعب بيه. مليون مبروك لمصر، وان شاء الله تيجي السنغال وناخد حقنا منها. مليون مبروك يا مصريين. الله 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 الله، هو كاس العالم امتى يا رجاله؟ اصل مش شاف حد في افريقيا. شايف دي 3-2 ودي 3-1. لو جبت حد ما شافش الماتشين وقلت له انهي نتيجه احسن اكيد هيقول لك دي، يعني النتيجه احسن بكتير. بس دي خداعه، دي كذابه، دي بتدافع قدام منتخب نوعا ما ضعيف وماسك عليك الكوره ورايح معاه اكسترا تايم. يوم ما حس ان فرق جول واحد بس بينك وبينه في اخر دقيقتين قرر يهاجم بكل خطوطه، فانت رحت بهجمه مرتده ومفيش حد ورا خالص تقريبا عشان محمد صلاح يحط الجول اللي في الدقيقه 120. دي بالمناسبه انت ما كنتش بتهاجم يعني 90 دقيقه وماسك كوره على كوت ديفوار، بس دي رجلك ثابته في الملعب، دي لعيبتك واثقه في نفسها، دي لعيبتك رجاله واقفه عارفه هي بتعمل ايه كويس قوي. النهارده انت كسبت لعيبه، ما كسبتش سكور وبس، كسبت ثقه امام عاشور في نفسه. الراجل ده حط جول في نفسه بس عمل ماتش كويس جدا. كسبت ثقه ورجوله حسام عبد المجيد في نفسه. لما حسام حسن قعده الماتش الثاني وبدا يحس من جواه ان هو مقصر. تهاجم وتشاط عليك اكتر بكتير، عشان لو حد جه قال لك انت بتقول ايه يا عم ده انت متشاط عليك 40 شوط. بس انا ما كنتش خاطف الماتش وطلعت اجري، انا كنت بلعب زي الراجل وند بند معاه. دي 3-1 بس كنت قلقان من مستوايا وقلقان من المنتخب اللي هلعبه بعد كده. ودي 3-2 وبقول لك من دلوقتي بالاداء ده تعالى يا سنغال شوف لكم الراجل بقى في القاره دي عشان احنا مش شايفين حد الصراحه. رابع افريقيا وسيد القاره الاولى الى دور نص النهائي، منتخبنا الوطني بيكسب كوت ديفوار 3-2 يتاهل لمواجهه السنغال في ماتش احنا مستنيينه من زمان جدا. والله يا اخي هنفضل كابوس كوت ديفوار الابدي. الفرقه دي نقابلها مهما نقابلها، اي نسخه ايا كان مستوى منتخبنا لازم نديها على عينها واحنا اللي نصعد. استنى اسمع اللي كانوا بيقولوا لك محمد صلاح بيختفي مع المنتخب وما بيعملش حاجه. النهارده صلاح بيسجل هدف يعادل رقم الاسطوره حسام حسن، ثاني افضل الهدافين لمنتخب مصر في تاريخ كاس الافريقيه. عاد اليكم من جديد الكابوس منتخب الساجدين في الباك جراوند كده والله وعملوها الرجاله.
رجاله. احنا مصر واقسم بالله بنجيب جون في نفسنا عشان مش لاقيين منافس يسجل فينا. طب ما احنا تاريخيين يا جدعان والله. المنتخب المصري يضرب المنتخب الإيفواري بنتيجة 3-2 في مباراة ممتعة. هذا أمتع مباراة في نصف نهائي، وين شفنا أهداف من كلا الطرفين. شفنا كلش. اللي ما تفرجش الماتش وقاعد حزنا على المنتخب الوطني الجزائري راك ضيعت مباراة ممتعة، باسكو الحياة لا تتوقف بمجرد خسارة المنتخب ولا بفوز المنتخب. المفيد تعيش حياتك كما هما معيشين حياتهم، هذه لازم تفهمها. المفيد المنتخب المصري يتأهل ويضرب موعدا مع المنتخب السنغالي، والمنتخب النيجيري يتأهل يضرب موعدا مع المنتخب المغربي في نصف نهائي. بين قوسين راح نشوفوا المغرب واش راح دير ضد نيجيريا بدون مساعدة الحكم، ولا كانت مساعدة الحكم كيما احنا ظلمونا نيجيريا راح يزيد يظلمهم الحكم، وفي الاخر الفائز والمستفيد الاكبر هو المنتخب المغربي اكيد. هذه هي. كل التوفيق للمنتخبات العربيه المتبقيه اللي هي مصر والمغرب. ابارسا دير ابوني حلقه جديده على المنتخب الوطني الجزائري، وان شاء الله نعوضوها في كاس العالم وين ما كاش كولاسه، وين ما كاش تحكيم، وين ما كاش صداقه تجي كونترنا. السلام عليكم. سيبنا كودوفوار الى كل المشككين، مصر في نص النهائي. مبروك لكل رجاله منتخب مصر، النهارده جيم كبير قوي من كل اللعيبه. مصر الى سيمي فاينال لمواجهه السنغال. مصر هتلعب في النهائي في كاس الامم الافريقيه؟ هنخرج. مين هياخدها؟ مش مصر. هنخرج امتى؟ اخرك الدور الثاني نرجع بسرعه عشان نكمل الدوري. والله عشان نكمل الدوري. هو المستوى بتاع الماتش ده ما يبشرش بالخير. اعتقد ان بطوله افريقيا السنه دي اللي هياخدها هيكون حاجه مفاجاه، يعني ما اقدرش اعرف هي ايه، بس اعتقد دوله مفاجاه. انا حاسس ان احنا ربنا يستر على الدور اللي احنا فيه ده، مش الدور الثاني. مصر في كاس العالم بقى ولا ما نسالش؟ لا، ما انت بتسال ايه؟ بقول لك هنطلع من تاني دور في افريقيا، هتستنى حاجه في كاس العالم؟ انت بتهزر. دكتور محمود صلاح الباحث في علوم ما وراء الطبيعه، نورتنا يا دكتور في القاهره اليوم. شكرا ليك. من مكة المكرمة وبالجلبية ربنا استجاب لدعواتنا، ومصر إلى المربع الذهبي. وثانية قبل أي حاجة ممكن كلنا نقوم نقف تحية واحتراما للعقيد حسام حسن، لأن ثانية معلش ما تقوليش إن أنت كنت مستني الماتش ده ومحدش كان يتوقع بعد ما شفنا التشكيلة إن منتخب مصر هيلعب كده. كلنا قلنا ده هيلعب 5-3-2 وهندافع عليه، وإذ فجأة في الماتش تلاقيها 3-4-1-2. الثلاثة المدافعين بتوعك ياسر وحسام وربيعة وهاني وفتوح في نص الملعب بيقابلوا من بدري، اللي هو ما تجيليش انا ههاجمك، انا هضغط عليك من قدام، مع طبعا مروان وحمدي في نص الملعب، وقدامهم امام اللي كان بيزيد هو كمان في كل كره وبيضغط مع مرموش وصلاح. لا 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 لا، شابوه لكابتن حسام حسن. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ وايه مرموش ده يا جماعه؟ الله اكبر يا ابني، ربنا يحميك. انا بقالي كتير قوي ما شفتش لعيب في مصر بالكواليتي ده. في كل كوره بيضغط ويكتف ويستلم تحت ضغط ويلف في وشه ويستغل ربع الغلطه اللي فتحت لك الماتش. الحمد لله كان فيها طبعا توفيق كبير من ربنا ان انت لعيب ده يغلط في اول الماتش ويفتح لك الجيم في اول 3 دقايق تجيب جون، بس برضه كواليتي مرموش في حته ثانيه. صلاح اللي واحد ده من اسوأ بطولاته ومش عارف ايه جايب 4 تجوان. انت متخيل؟ يعني هو احنا مش عاجبنا ده صلاح في البطوله، صلاح جايب 4 تجوان في البطوله. انت فاهم احنا فين؟ وامامه ووش الرجل. ايه الجون ده؟ ايه الجون التاني ده؟ تسقيطه من ربيعه عالميه، امام بوش رجله وصلاح بوش رجله في البعيده. لا ثانيه واحده يا جماعه، انا مش مستني كل ده. الحمد لله كملت على خير. مصر الى المربع الذهبي، واحضر لي السنغال ناو. اسف على الجلابيه. مصر في المربع الذهبي. الله، منتخب مصر في المربع الذهبي. منتخب مصر بيطلع الكوتوفوار، مش بيطلع اي فرقه. منتخب مصر زعيم القاره الافريقيه. منتخب مصر في المربع الذهبي. منتخب مصر ولاعيبه مصر رجاله ما شاء الله ما شاء الله. منتخب مصر كله بيقدم مباراه كبيره. ادي حسام حسن اللي مش عاجبكم. حسام حسن بيبدع ويمتع مع منتخب مصر. منتخب مصر زعيم القاره الافريقيه، بيخرج حامل اللقب منتخب كوتوفوار. الف مبروك لمنتخب مصر، استحق الفوز بكل جدارة. لولا الأخطاء الفردية لمحمد الشناوي كان مصر طلعت فايزة 3-0. ألف مبروك لمنتخب مصر زعيم أفريقيا. ألف مبروك للفراعنة. مصر بتجيب الهدف الأول عن طريق عمر مرموش. أول غلطة لفريق كوتوفوار مصر بتستغلها وبتحرز الهدف الأول. قلت لكم إحنا كعبنا عالي على كوتوفوار. الله حي، التاني جاي. هاي مش مباراة، هاي ملحمة مصرية. مصر فازت 3-2 على ساحل العاج. لا، مصر انتصرت على مباراة مجنونة، ضغط، أهداف، رجوع و90 دقيقة نار. ساحل العاج لعبت بقوتها، بس مصر لعبت بقلبها.
كل مرة كانوا يرجعوا مصر كانت تقول لسه هاي مباريات الكبار، مش مهارة بس، شخصية. لما المباراة تولع مصر بتطلع أقوى، ومبروك للفراعنة. وتذكروا إني حكيتها وتابعوني لأن الجاي أخطر. اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده معايا مين؟ نفس عميق، شوية مية وابدأ الجولة. لا لا والله ما مصدق، اقسم بالله ما مصدق اللي بيحصل ده، والله ما مصدق. الجول التاني لمنتخب مصر، الجول التاني لمنتخب مصر. ازاي ازاي ده؟ اي حد متفائل ما يتوقعش السيناريو ده ابدا، وربنا ما مصدق. الجول التاني رامي ربيعه بالراس، رامي ربيعه بالراس. يا عيني يا عيني، نص ساعه جولين لمنتخب مصر، 2-0. كسبنا ان شاء الله. بص 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 التاني. ده ايه الحلاوه دي؟ ده ايه اللي بيحصل ده؟ ده ايه ده بجد؟ في ايه يا ولا يا ربيعه؟ يا ولا يا ربيعه، يا ولا يا ربيعه، يا ولا يا ولا يا ولا. ايه ده؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا رب تكمل على خير يا رب، يا رب تكمل على خير يا رب، يا رب تكمل على خير. مين كان يتوقع؟ كله بيقول مصر هتخرج، مين كان يتوقع 2-0 في نص ساعة؟ يا رب يا رب يا رب تكمل على خير يا رب، يا رب تكمل على خير يا رب، يا رب. عاش يا امام، عاش يا امام، عاش يا صلاح، عاش يا مرموش، عاش كلكم والله. خلاص خلاص خلاص، بالاتوبيس والقفله بتاعت ورد ان شاء الله ما يجيبوش فينا جوان خالص، ان شاء الله كلين شيت باذن الله. حلوه 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 حلوه. يلا يا فتوح، يلا يا فتوح، يلا يا فتوح. فاول يا حكم، ادي فاول يا غربال. يا رب يا رب، يا ولد يا ربيعه، يا ولد يا ربيعه، يا ولد يا ربيعه. دعوات المصريين، دعوات المصريين، هنفرح ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله. استر يا رب. ليه ليه يا فتوح؟ ليه يا فتوح؟ ليه يا فتوح؟ تمركز زفت يا عم، تمركز زفت. ليه مش عايز اخرج فرق جول واحد؟ انا الشوط الاول اخرج فرق 2، كسبت الماتش. حرام. ليه يا فتوح؟ ليه الغباء ده يا عم؟ ما تشوط فوق يا عم ولا تطلع بره، يخرب بيت كده. حرام والله، حرام والله. كرة ثابتة يا جدعان، كرة ثابتة يا عم. فتوح نازل بدماغك تهبب ايه؟ نازل بدماغك تهبب ايه؟ شيل برجلك فوق. يا عم ليه؟ يا عم ليه؟ يا عم ليه؟ تدخلهم الماتش وترجعهم معانا تاني ليه؟ خير ان شاء الله، خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. 2-0 كانت هتسهل الدنيا قوي.